قل للذي قصد الإله بحاجة إن رمت أن تحبى عظيم نواله قبل الدعاء وبعده قل دائما صلى الإله على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. نصيحة أخوية، نصيحة من محب لكم: لا تغلقوا أبواب بيوتكم خصوصا في ليلة النصف من شهر شعبان المسمى بالناصفة، وليلة النصف من شهر رمضان المبارك المسمى بالقرقعان، ليلتان عظيمتان القدر عند الله عز وجل، ليلتان مباركتان، ليلتان يستحب فيهما الإكثار من الأعمال الصالحة والصدقات، وخصوصا الإلحاح على الله عز وجل بكثرة الدعاء. يستحب في ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شهر رمضان الإكثار من الدعاء، وخصوصا دعاء الآخرين، يستحب فيهما أن الآخرين يدعون لنا ونحن ندعو للآخرين. في الحديث القدسي كما هو مروي عن الله عز وجل أن الله عز وجل خاطب نبيه موسى أو أوحى إلى نبيه موسى: ادعني بلسان لم تعصني به. قال: وأنى لي بذلك؟ قال الله عز وجل: ادعني بلسان غيرك، أي أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، أنا لم أعص الله بلسانك وأنت لم تعص الله بلساني. يستحب أن ندعو لبعض في كل الأوقات، وخصوصا في ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شهر رمضان المبارك. ونحن دائما نطلب من الآخرين أن يدعون لنا، نسألكم الدعاء، قلدناكم الدعاء والزيارة، لا تنسون من دعائكم. ولدينا فرصة ثمينة جدا أن الكثير يدعون لنا خصوصا في ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شهر شعبان، ليلة النصف من شهر شعبان وليلة النصف من شهر رمضان المبارك. الكثير من الأطفال الذين قلوبهم صافية، قلوبهم طيبة، نواياهم صافية، الكثير من الأطفال لدينا فرصة أن نجعلهم يدعون لنا إذا فتحنا أبوابنا وأتوا الأطفال في ليلة النصف من شعبان في الناصفة وليلة النصف من شهر رمضان المبارك للقرقعان ويدعون لنا: عساكم من عواده، عساها عادة ما تنقطع، شو اسم وليدكم، يا ربي خلي لمه وعسى القبر ما يضمه. كثير من الأطفال في تلك الليلة في الليلتان يدعون لنا، فرصة ثمينة. نحن نطلب من الآخرين أن يدعون لنا، وهؤلاء الأطفال يدعون لنا، وكثير كثير كثير من الأطفال يقفون على أبواب بيوتنا يدعون لنا. فلا نحرم أنفسنا من هذه الفرصة الثمينة ونغلق أبوابنا في ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شهر رمضان المبارك. فلنغتنم هذه الفرصة ونفتح بيوتنا في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك القرقعان، لنجعل الكثير من الأطفال يدعون لنا، والله عز وجل يتقبل من هؤلاء الأطفال القلوبهم الطيبة الصافية النواياهم الصافية. فلا نحرم أنفسنا وإياكم.
مهما دعا العبد في سر وفي علن مؤملا رحمة الباري بدعوته، ما كان رب السماء يوما ليسمعه إن لم يصلي على الهادي وعترته. اللهم صل على محمد وآل محمد قبل الدعاء وبعد الدعاء. لا تنسون مفاتيح استجابة الدعاء، ألا وهو الإكثار من الصلاة على النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني الله وإياكم، وأن يرزقني الله وإياكم لإحياء هذه الليالي المباركة، وأن يعودها علينا وعليكم بالخير والبركات ببركات وفضل الصلاة على النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين، وأسألكم الدعاء.